خلينا أخمن كده. وراك امتحان بكرة وقدامك يجي 20 ملزمة، وانت سايب كل ده وقاعد بتلعب ليدو، ولا بتفكر تتعلم حاجة جديدة ومجرد التفكير بس خلاك بتتوب وهتدخل في غيبوبة؟ مواقف كتير زي كده عقلك بيغفلك فيها يا أستاذ، وأنا طبعا مش هسيبك. تعالى لما أقولك كم معلومة في السريع. عقل الإنسان كسول جدا، متبرمج على الأنتخة والتفكير القليل، وده مش علشان انت غبي لا سمح الله، حتى العقول العبقرية بتحب الكسل. لكن المختلف إن في ناس فاهمة كويس ألاعيب العقل، وقبل ما بيغفلهم ويلبسهم في حيط بيسبقوه بخطوة ويتحكموا فيه. وده فعلا الفرق الوحيد ما بين الشخص اللي بينجز مهامه والشخص اللي متراكم عليه شغل ومذاكرة 3 سنين فاتوا. وهنا هقولك النصيحة السحرية: لو عقلك لعبك لازم تلعبه. على مدار يومك هتبقى عايز تنجز حاجات وعقلك عايز يوفر طاقة ويريح، وأنا هقولك شوية حيل علشان تخدعوا بيها. أولا استراتيجية ال5 دقايق، ودي بتقولك لو عايز تبدأ في أي حاجة قول لنفسك أنا هبدأ النهاردة 5 دقايق بس، 5 دقايق بس مفيش غيرهم وهريح ضميري. وبعد ال5 دقايق دول هتلاقي نفسك دخلت في المود وعقلك فوق، وال5 هتجر 5 في 10 وانت وشطارتك بقى. واللي انت عملته هنا انك اديت لعقلك زقة، كدبت عليه بس كدبة بيضة علشان انت خايف على مصلحته. وتاني استراتيجية بتقول صعبها عليك علشان تسهلها برضو عليك. واللي بنعمله هنا اننا بنصعب كل المؤثرات اللي بتشوش تفكيرك، زي انك لو عايز تذاكر او تشتغل اقفل موبايلك وحطه في مكان بعيد، وقرب الكتب او اي حاجة عايز تنجزها منك. ولما عقلك يختار المهمة السهلة هيلاقي انك صعبتها عليه، وبالتالي هيختار الحاجة اللي هيبذل فيها طاقة اقل ويركز، وكده تبقى خدعته لتاني مرة. واخر استراتيجية بتقولك ما لا يدرك كله لا يترك كله، والحيلة دي هتلجأ لها لو عندك ديدلاين ومزنوق في وقتها ما ينفعش تلزم مخك انه يحفظ 20 ملزمة في وقت قصير. فادخل الامتحان بجزء بسيط الذاكرة سهل تخزنه، بدل ما تحاول تخزن كم كبير من المعلومات ولما تحاول تسترجعها تلاقيها اتبخرت. يعني ببساطة اوعى تخض عقلك بالكم ده لانه مش ساحر، وسهل جدا يبيعك في اكتر وقت انت محتاج له فيه. واخر حاجة هقولها لك: اوعى تيأس من نفسك، واعرف انك لو محققتش هدفك النهاردة هتبقى على الاقل عرفت ازاي تحققه بكرة. احنا بنتعلم من الفشل اللي ما بنتعلموش من النجاح. اشوفكم بخير.